رغم اكتر الاهلاويه ما بيحبوش اسلام مهدي، بس والله العظيم بيقول كلام مفيش اي اعلامي يقدر يقوله. يا راجل يا اللي صنعت تاريخك كله عندهم عند القلاضيس، صنعته بالبلينات، كانوا بيبوسوا رجلك على البلينات. جبتك يا عبد المعين تعني ببلن، لقيتك يا عبد المعين عايز اللي يستشفر لك دي البلن. ده انا جايب لك في الدقيقه الاخيره بلن، انقذني يا الله. زيزو اللي بيشوطها النجم العالمي. اصل ايه يعني يا اسلام؟ مصطفى ممكن يكون مش موافق، بس يا بنت بس اوعي تبرري. محدش يبرر العيال دي الملايين. انا بديك 100 مليون مش عايزك تلعب كوره. انا مش عايزك تلعب كوره وتبقى حريف، عايزك تعمل اللي كنت بتعمله في الزمالك. عايزك تعمله يا كابتن حسين يا نبيل الحقني. يا كابتن حسين شلت صورته ليه؟ اهو انا بقى تتكلم انت عليه. ما هو خدوا الحته وحطوا البته، وانت عشان خدوا الحته فالحته دي هي اسم اللي بيحفلوا بيه عليه. واللي ضاع ده انت مش زعلان على الفرقه؟ لا، من الاهلي زيزو يضيع، برنس يضيع براحته. لكن انت يا اسلام كلامك بقى يتاخد. هو عيب بقى يا اسلام، عيب بقى. تحت الشبشب الكلام ده ما يشغلنيش بقى، خلاص بقى يشغلني نهائي خالص. انت رايك في بدو علي بيلي في الاخر اللي صنع تاريخه كله نجم كده؟ ابو 100 ما ايه يا باشا؟ ايه يا معتز ابوس ايدك. ايه الاخبار؟ قول له حاجه طيب، بدل ما بنعمل بس ستوريات تيك توك كده. ابوس ايدك انت حبيبي، بس قول له بدل ما نعمل ستوري كده وننزل في الاسانسير ونعمل ابوس ايدك. كله يلعب كوره. بيجيب له بلن في الدقيقه الاخيره ضايعه كده وما فادنيش من ساعه ما جه، ما شفتش منه اي حلول.